قناة قراء زمان، تسمع وكأنك ترى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 6 دقائق بمشيئة الله تعالى نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة النحل. أما الآن فإلى حضراتكم تقدمة لهذه التلاوة يقدم لها فضيلة الشيخ محمد سعيد عرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمستمعي الكرام، بعد قليل نستمع إلى آيات كريمة من كتاب ربنا سبحانه من أول سورة النحل التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية والوحي والنبوة والبعث والنشور، كما تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في هذا العالم الفسيح، في السماوات والأرض والجبال والبحار والسهول والوديان والماء الهاطل والنبات النامي والفلك التي تجري في البحر والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل والحيوان والطير والحشرات، إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته ويدركها بسمعه وبصره، وهي صورة حية واضحة دالة على وحدانية الله جل علاه، وناطقة بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات. ولقد تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين واستهزائهم، فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة، واستعجلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالعذاب الذي خوفهم به، وكلما تأخر العذاب زادوا استعجالا وزادوا استهزاء واستهتارا. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم يمتن الله تعالى على عباده بما خلقه لنفعهم ومصلحتهم من بهيمة الأنعام وغيرها، فيقول تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وكما استدل سبحانه على وجوده وكمال قدرته وبديع صنعه بعجائب أحوال الحيوانات، استدل سبحانه وتعالى أيضا بغرائب أحوال النبات، فقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتذكر الآيات الكريمة نعما أخرى أنعم الله بها على عباده من تسخير الليل والنهار وتصيرهما نافعين للعباد بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم، وتسخير الشمس والقمر والنجوم، فإنها تجري على نمط متحد يستدل بها كذلك على مقادير الأوقات، ويهتدي بها العباد ويعرفون أجزاء الزمان. كما يمتن الله تعالى على العباد بتسخير البحر لهم بإمكان الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر. ثم أتبع سبحانه هذه النعم الموجبة للتوحيد
المفيدة للاستدلال على كمال القدرة بنعمة أخرى وآية كبرى، وهي إرساء الأرض بالجبال كي لا تضطرب بالناس، وجعل في الأرض طرقا يمشون فيها وأنهارا يشربون ويروون منها أنعامهم وزروعهم، وجعل سبحانه للطرق علامات يهتدون بها كما جعل النجوم يهتدون بها في أسفارهم ليلا. ثم توضح لنا الآيات الكريمة بأن الله تعالى عالم بجميع ما يصدر من عباده، فلا تخفى عليه خافية منهم، فقال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. ثم يبين تبارك وتعالى أن الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله سبحانه عاجزة عن أن تخلق شيئا، وأن أجسادها ميتة لا حياة بها، فكيف يعبدونها من دون الله تعالى؟ وتنتهي بنا الآيات الكريمة إلى أن الخزي والذل والهوان والفضيحة يوم القيامة والعذاب الأليم هو للكافرين المتكبرين، وأن العز والتمجيد والتكريم والثواب العظيم هو للمتقين المحسنين في الجنة، ولنعم دار المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النحل.